بصيت لها وأنا لسه مصدوم. في إيه؟ حصل إيه؟ بصيت لي وعينيها مليانة دموع وقالت: أنا في ورطة ومفيش حد أقدر أثق فيه غيرك. استغربت. أنا؟ ليه أنا؟ سكتت لحظة وبعدين قالت: لأنك الوحيد اللي شاف اللي حصل من غير ما تكون جزء منه. قلبي دق بسرعة. حصل إيه؟ خدت نفس عميق وقالت: الراجل اللي شفته ده مش جوزي. اتصدمت. إزاي يعني؟ قالت وهي بتبص حواليها بخوف: أنا متجوزة فعلا، بس جوزي مسافر من شهر، واللي في البيت ده واحد مسيطر على الفيلا. بدأ القلق يدخل جوايا. يعني إيه مسيطر؟ قالت بصوت واطي: بيهددني ومعاه حاجة لو طلعت تدمرني أنا وجوزي. سكتت لحظة وبعدين قالت: وأنا كنت مستنياك. أنا؟ ليه أنا؟ قالت: لأنك بتدخل وبتخرج من غير ما حد يشك فيك. تقدر تساعدني أخرج من هنا. وقفت مش عارف أرد. عايزاني أعمل إيه؟ قالت بسرعة: جوه الفيلا في أوضة في الدور التاني، فيها ملف لازم أخده. لو خرجت بيه كل حاجة هتنتهي. بصت لها وقلبي بيشدني ناحيتها، وعقلي بيقول لي ابعد، لكن وافقت. تمام، هنرجع إمتى؟ قالت: النهاردة بالليل. ليل نفس اليوم. رجعت تاني للفيلا 67، بس المرة دي مش بدليفري. كنت داخل عشان حاجة أخطر بكتير. الشارع نفس الضلمة، نفس السكون، بس الإحساس مختلف. خبطت الجرس، فتحت لي بسرعة ودخلتني. همست بسرعة قبل ما يرجع. طلعنا على السلم بهدوء، كل خطوة كنت حاسس إنها هتفضحنا. وصلنا للدور التاني. وقفت قدام باب وقالت: هنا. فتحت الباب. دخلنا أوضة مكتب فيها دولاب وحديد وخزنة. بدأت تدور بسرعة وأنا واقف أراقب. وفجأة سمعنا صوت باب الفيلا بيتفتح تحت. اتجمدنا. صوته طلع: أنا رجعت. بصت لي بصدمة. مستحيل، ده كان المفروض يتأخر. قلت لها بسرعة: خلصي بسرعة. فتحت درج وطلعت ملف أسود وقالت: لقيته. وقبل ما نتحرك سمعنا صوته على السلم. كان طالع خطوة خطوة. قرب، قرب جدا. بصيت حواليا بسرعة، مفيش مهرب. وفجأة الباب اتفتح. وقف قدامنا وبصلي ببرود وقال: أنا كنت مستني اللحظة دي. اتصدمت. إيه؟